خير الدين يوسفي ولا ديدين كانونسيز. هذا الشخص اللي بدا بلي فري ستايل ودروك ولا من افضل لي رابور في العالم العربي. ديدين بدا كارير تاع الراب مع جروب كانونسيز وبداها بلي فري ستايل. في ديك لا بيريود بوروباز يخرج غنيه وديدين يتسوسلو، لكن حقق نجاحات وبوروباز دوموند الغنيه باش تقلع من اليوتيوب. ديدين قلعها من اليوتيوب وراه عند بوروباز في حومته باش يطلب السماح وغنوا فري ستايل في رعبه، ولكن المضحك ديدي كان مستعمل في الفري ستايل نفس الكلمات اللي كلاش بها بوروباز، وموراها نفس الحكايه وبقاو لي كلاش ما بين بوروباز وديدين. وموراها ديدين خرج واحد السينجل اللي سموه خطيني ويجيب له بزاف مشاهدات. موراها ديدين سني مع واحد لا برودكسيون سموها غوستو برود ب 80 مليون، وكانت هذه اسوء صفقه يديرها ديدين. دار البوم وخرج فيه الغنى القديم تاعو. في 2016 ديدين قرر يعتزل الراب لاسباب شخصيه. ديدين ما يطولش ويعاود يولي بصح ماشي الراب قصيده شعريه. ديدين كيعاود ولا حل انشان يوتيوب وسينيا مع شبكانات. خرج اغنيه تاع عايشه لافي وحقق بزاف نجاحات. موراها شفنا في دي فيتورين قاصحين كيما تاع فوبيا وكافون. وفي الفتره تاع النجاح ديدين قرر يحبس مع شركات تاع شبكانات ويروح تي سي او برودكسيون، وهنا شفنا ديدين يطور اكثر واكثر. في الفتره تاع النجاح غادي يصراو بزاف دي بيف، مثلا تراب كينغ، وايضا ما ننساوش حليوه اللي بسببه صرا اكبر بيف في شمال افريقيا. ديدين في الفتره خرج بزاف دي سينجل من بينهم كازاويه، روزا، اتلانتيس، وفيه هواك مع جليل باليرمو ولا شونسون تاع المقيود. ديدين عرف كيفاش يجي لا كارير تاعو، وصل يغني مع دي غرون رابور كيما ريمكا، وبلا ما نساو لو غرون فيتورينغ اللي داروا مع محمد رمضان اللي كان هو المفاجاه تاع الموسم.